أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ديال البر بالوالدين ماشي تاع العلاقه بين الخوت، غير البر بالوالدين. واش عيب الله رجعنا اليوم الام كتكون مريضه في مستشفى والولد ديالها على برا كيقرا ولا خدام ولا مزوج ولا ساكن في بلد اجنبي ولا في البلاد معها وما يمشيش يطلع عليها. الام يمكن كتبات بلا عشاء والولد كيحط الطبله ديالو ما ناقصه حتى شي حاجه، بحال كياكل بحال شي رجل يعني ما خاصو حتى شي خير، وكيقدر يتعشى وعارف مو جيعانه، عارف مو مخصوصه. الام مخصوصه صحيا وخصها علاج وخصها ادويه، والولد ولا البنت جالسه خايده ليه في الفتنه اليوميه ودي الدراري للمدرسه وصوب هذا ووجد هذه الراجل والراجل عاود وجد هذه المراه، لا حق غادي نسافروا لا غادي نديروا الويكاند هذا ما نمشيوش حنا ما نديروش العيد غادي نزيدوا عليه الجمعه والسبت والحد ونمشيو راه واحد. اش هذا الشيء هذا تيخلي مو مريضه ما يطلش عليها وخاصها الدواء وما يشري لهاش الدواء. كنهضر على الاولاد والبنات بجوج. ما فهمتش انا هذا التاخير اللي رجع لنا في هذه الاخلاق وهذه القيم والعلاقه اللي عندنا مع الاباء ديالنا والامهات ديالنا. رجعوا عندنا هما مصنفينهم 3 ولا 4 هبطوا للدرجه الثانيه، المفروض يكونوا هما الدرجه الاولى. ما فهمتش هذا المستوى اللي وصلنا له، والكلام اللي يقولوا الام وتموت يطيح للارض، والكلام اللي يقولوا الاب ويموت ولا يمرض يطيح للارض، وبقاو حنا الناس مرض وحنا كنتهافتوا غير على فلوسهم وشنو غيخليو فوقاش غيموتوا ولا مات شنو غادي يخلي لنا. اش هاد العلاقه رجعت عندنا؟ ما فهمتش منين جبنا هاد الشيء هذا، منين جبنا هاد الشيء هذا؟ اش هاد المسخ اللي رجعنا كنعيشوا فيه؟ الولد رجع كيشوف با غير الفلوس، كيشوف با فوقاش غادي يموت باش يورث عليه. شنو رايك دكتور في دور العجزه؟ ما بقاش فاصل. كنت في واحد الزياره هذه 2 لدار العجزه ولقيت ام اللي عندها 3 ديال الوليدات ذكوره، حسب معلوماتها كلهم يستر عليهم الله، ولكن حتى واحد ما يقدر يخليها معاه في الدار لان الزوجات. هذا الشيء اللي غادي نقول قبل ما تقولي لي الزوجات غنقول لك هذوك 3 مزوجين. ولكن ماشي حيت الزوجه، ماشي دائما لا حيت الزوجه المراه. لا يكون هو مرضي دكتور ما غاديش يفرط فيه. لا والو، حيت الزوجه نهار تكون الزوجه لا ما عندوش ديك المعلقه مع الام. انا قديم انا ديال داك الشيء ديال الخير، انا ديال داك الشيء الخير من المراه
والشر من المراه. انا لا تنآمن بها. اتفق معك دكتور. اقول لا انا أتفق. قديم، انت عصريه، انا لا قديم. انا كبيره، راه ما بيناتناش بزاف في السن. لا شي نهار كتكون المراه طيبه ومراه ديال الخير وهي مرضيه مع امها وباها، يستحيل تخليه لا يدي اتفق امه. معك دكتور، وهذه حالات ما كنتكلمش من الواقع. خليني نكمل بعد الفاصل خليني دكتور. نكمل. كمل دكتور. يستحيل تخليه يدي امه لدار العجزه. يلا دير الفاصل. اذا معنا الحسين اشنو ما عجبكش، اشنو ما عجبكش المراه، الخير من المراه والشر من المراه. انا قلت لكم قديم، انا قديم كنقول الخير من المراه والشر من المراه. اعطيني انا لا اتفق معك دكتور. اعطيني امثله ضد هادشي اللي تنقول لك. انا من الواقع انطلق من السيده اعطيني دكتور. امثله اللي نعطيك أمثلة اللي دكتور. تنقول هذا المثل هذا اللي تقول الخير من المراه والشر من المراه. هذا مثل دكتور، فلحش. مثل أعطيني. شائع. اعطيني ما نعطيك من الواقع دكتور. انا حالات ضد. كنعرفهم، أعطيني. سيدات كنعرف السيدات تتقول لي ان كتصوني اللحمه ديالها، الام ديال الزوج كتبان لها الرقم، تتقول للراجل جاوب، الام ديالك تيقول لها لا ما خصها حتى خير، كلشي عندها، غتخلق ليها اي مشكل، كترغبو كتبغي تبوس له راسو وما كيبغيش يجاوب مو لان هذا- غتخلق له هذا مشكل. مسخوط الوالدين، هذا انا الستنا. السيده كنعرفها هذا وحالات مسخوط. كثيره دكتور. كتسمعيني دابا؟ كنسمعك. انا قلت هذا استثناء، هذا مسخوط الوالدين. وما اكثر الاستثناءات دكتور، ماشي لا. دائما المراه هي اللي كتكون غلطه، هي اللي انا كتحرض سمعت على دابا ابدا. النظريه ديالي انا شنو هي؟ نعم. الشتاء ملي تيكون تقول لي الراجل راه كبير وعارف راسو اش كيدير، علاش غادي يستغل على امه، يستغنى على امه ويبعد عليها؟ هو راه عارف راسو اش كيدير وغادي يفرض على مرته، ياك؟ كيكون ما كيبغي يصدع في الدار وكيبقى يقدم تنازلات، كيكون داير الاولاد وتيقول ما عندي ما ندير بالصداع، وتيبدا يتنازل على بزاف ديال الحوايج كتعلق بالام ديالو ولا بالاب ديالو. ملي كتكون هي المراه كيف تنقول لك مرضيه امها وباها وعندها اخلاق وعندها قيم، وخا يكون الولد هو مسخوط الوالدين ديالو، هي كتبقى تزن عليه اليوم على غدا على بعد غدا حتى كيتغير. والعكس صحيح، ملي كيكون مرضي وكتبقى هي تزن عليه وتزن عليه وتزن عليه حتى كيبقى يتنازل ويسمح في مو ويسمح في باه. المراه هي الوعاء في الدار، المراه هي الارض، هي الارض الخصبه اللي كتعطيك الحب وكتعطيك الدفء وكتعطيك الامان وكتعطيك المستقبل وكتعطيك الامل وكتعطيك الرجاء. هي اذا ما كانش هذا الشيء هذا في المراه راه ما كاين حتى حاجه، راك تعيشوا في صحراء. والراجل الواجب ديالو هو يامن الزوجه ديالو، يعطيها الامان، تحس بالامان وهي معاه في الدار، يغديها ويشربها ويلبسها ويصونها ويحترمها ويقدرها ويعاونها، هادشي كله يديرو. ولكن كتبقى دائما هي اللي كتسيرو بطريقه غير مباشره، كتسيرو الراجل كتسيرو المراه بالحب ديالها، بالعطف ديالها، بالحنان ديالها، تيمكن لها تغير بزاف د الامور فيه. ولكن للاسف حنا عندنا ما كنوجدوش البنات قبل ما يتزوجوا، ما كنوجدوهمش باش يحبوا عجوزاتهم. كاين شي عجوزات نتفق معك هما ما تعممش يا دكتور، ما تعممش، الله يكثر خيرك. هما براسهم ساخط شي عجوزات، هما براسهم ما تجلسهمش عندك حتى 24 ساعه في الدار، كاينين. ولكن مع ذلك خصك دير معاهم مجهود، حيت هما في مثابه الام والاب. هذيك العجوزه كاع اللي ما فيها ما يتشاف، حتى هي خصك تصبر معاها وتدوز معاها باش ما عطا الله. ولكن كاين امهات واباء اللي الله يعمرها دار، ولكن ما كنربيوش العروسه باش تحبهم بحال اللي كتحب امها وباها. خصها فوقاش يمشيو وخصها ما يتقلوش عليها، وخصها ما يخسروش الفلوس ديال ولدها ولدهم اللي هو راجلها، ما يضيعش عليهم الفلوس بزاف. لا علاش هادشي هذا؟ هادشي راه عندنا حنا في الواقع، عندنا في الواقع. واش انت ملي كتاخذي هذا الراجل كتاخذيه بوحدو؟ سير قلبي على شي واحد مقطع من الجذور، ما عنده حتى شي جدر، ما عنده خوت، ما عنده باه، ما عنده مو، وتهني مع راسك. ولكن الا بغيتي تزوجي بواحد الانسان عنده عائله، خصك تحترمي العائله ديالو وتحترمي با وتحترمي مو، كيف هو ايضا واجب عليه حتى هو يحترم العائله ديالها ويكبر بهم ويستقبلهم مزيان ويكرمهم حيت يجيو عنده للدار. وهذا هو التعايش، وهذه هي الموده والرحمه. ولكن انا كنهضر على الراجح اللي كاين، هو هذه المشاكل اللي كاينين بين الحما والزوجه. هذا